الفيلا اللي انا بقدمها لك النهارده مش بس مميزة، دي فيها تفاصيل كتير هتكون مهمة بالنسبة لك وربما هتشاهدها معايا لأول مرة في الفيديو ده. فجهز لهوتك الجميلة ويلا بينا نخش في التفاصيل. وانت بتشغل هوتك الجميلة هقولك خلينا نبدأ العرض بتاعنا بالصلاة على سيدنا النبي. واحنا النهاردة موجودين في كومباوند الريف الأوروبي، تحديدا العرض بتاعنا في واحة الزهراء على الطريق الرئيسي بوجه أكتر من 50 متر. ولكن خلينا أقولك إن هيكون بينك وبين مطار مدينة سفنكس 7 كيلو بس، يعني هتنزل من سلم الطيارة هيكون بينك وبين فيلتك أو بيتك 5 دقايق بس. بالإضافة إن أنت بتشتري في مدينة جديدة، مدينة جيل رابع قادمة وبقوة، يعني فلوسك بتزيد كل يوم. وجهز يا صديقي عشان هاخدك في جولة داخل العرض بتاعنا. الفيلا على مساحة 2200 متر. أول ما نخش من باب الفيلا الجاردن الأمامي والجاردن الجانبي وحمام السباحة. حمام السباحة تم تصميمه في المكان ده تحديدا علشان الخصوصية والحماية ليك ولأهل بيتك، ومحدش يبقى جرحك من الجيران لو حد من أولادك أو من أسرتك نازل البول. البول تم تأسيسه خرسانات، والجاردن زي ما انت شايف كده لسه أرض فاضية. انت هتأسس اللاندسكيب سواء لاندسكيب ثابت أو متحرك. ولكن الفيلا مختلفة تماما. الفيلا 80% أو 90% تشطيب، يعني سيبنا الفاينل علشان تشطب على ذوقك، علشان خاطر تختار الألوان على ذوقك. تشطيب الفيلا من الخارج يا صديقي 100% زي ما قلت لك. تجليد الحوائط والواجهة الأمامية بالحجر الهشم الأبيض مع الليدات والإنارة الليلية، حاجة كلاسيك 100% في منتهى الجمال. ولو هلفت انتباهك لشيء معين هقولك ان جميع اطلالات الفيلا عندك 3 اطلالات رئيسية واطلالة خلفية. كل الاطلالات او ال4 اطلالات عندك في ملكك وفي مساحتك وفي ارضك. خلينا متفقين ان مفيش اوسع من كده ولا بالسعر المميز اللي هقدمه لك النهاردة. كمان الفيلا من الداخل تصميم في منتهى الروعة، وان شاء الله هيناسب اغلب الاذواق. اول ما بتخش الفيلا من الداخل مساحة كبيرة واسعة جدا بتقابلك، علشان التشطيب بتاعها هيكون هنا مودرن مش كلاسيك. اقول لك ازاي. الريسبشن عندك واسع، هيشيل قطعتين او 3 قطع، وكمان في مكان للدايننج وامريكان كيتشن. عندك كل الزوايا دي 90 درجة، الزاويتين او الاتنين حايط دول باطلالات بانوراما مطلين على الجاردن وعلى حمام السباحة. ده كله هيكون تشطيب معاك مودرن او على ذوقك لو انت حابب تكمل الديكور كله كلاسيك. بالنسبة للدور الأرضي في الجزء اللي تحت عندنا لسه 2 غرفة نوم بيخدم عليهم حمام مشترك. ركز معايا في الفيديو والتفاصيل، لأن أنا جايب لك تفاصيل كاملة في الفيديو ده. أغلب الناس بقت تطلب مني تقول لي هات ارجع للفيديوهات بتاعت زمان وهات تفاصيل كاملة. أنا معاكم في طلباتكم، واللي انتوا عاوزينه أنا بنفذه. وكمان ناس بتقول لي في الكومنتات انت ما بقتش تقول السعر زي زمان. لازم نفرق يا جماعة بين نوعين من الفيديوهات زي كده التفصيلية الطويلة ده أنا بقول السعر، هتلاقيني في التلت الأخير من الفيديو بقول لك السعر، وهتلاقي السعر مكتوب في صندوق الوصف. اما بالنسبه للفيديوهات الريل الصغيره من 40 ل 60 ثانيه، دي بتبقى برومو دعائي للفيديو الكبير اللي هو زي ده، فما بنذكرش فيها السعر علشان ده فيديو ترويجي للفيديو الماستر اللي زي ده. ان شاء الله هقول لك السعر في الفيديو ده هتلاقيه مكتوب في صندوق الوصف او في تلتين الفيديو. يلا بينا نطلع نشوف الدور الاول. الدور الاول المالك عمل اضافه انه اضاف امريكان كيتشن في الليفينج روم، والمعيشه واسعه جدا. يعني انت لو عاوز تزود غرفه في الليفينج روم هتزود غرفه في الليفينج روم، ولكن لو عاوز تحتفظ بالمساحات الواسعه ان انت تضيف حاجات مودرن في القعده الجميله ديت يبقى ممتاز جدا. ولكن المالك انا اقول لك ليه عمل الليفينج كبير كده، علشان خاطر ده يكون الريسبشن بتاع الحريم بتاع البيت. يعني المدام بتاعتك لو جاي لها ضيوف يقدروا يقعدوا في الريسبشن بتاع الدور الاول، ما يقعدوش في ريسبشن الدور الارضي. وده اغلب التصاميم دي تصاميم سعودي، يعني ده ثقافة سعودية انهم بيحبوا يعزلوا الريسبشن بتاع الحريم عن القعدة الرئيسية او الريسبشن الرئيسي بتاع البيت. زي ما احنا برضو شايفين كده الاطلالات كلها على السويمنج بول وعلى الجاردن بتاعك، كلها ان شاء الله هتبقى مطلة على الخضرة. عاوزك تتصور يا عزيزي ان انت شطبت الفيلا دي، عملت الفاينل وزرعت الجاردن والاشجار والخضرة واللاندسكيب. كده هتقدر تتخيل صح معايا البيت بتاعك مع اختيار الالوان اللي انت ممكن تعتمد عليها. الدور الاول عندك زي ما قلت لك كده الريسبشن اللي في الدور الاول مع الامريكان كيتشن، وعندك 4 غرفة نوم بيخدم عليهم 2 حمام. طبعا الغرف هتلاقيها كلها يا اما 4.5 في 4.5 يا اما 4 في 6، يعني غرف كبيرة جدا. دي غرفة مضيافة مش غرفة نوم، يعني تقدر تقول عليها جناح كبير. الروف برضو غرفتين بس اكبر شوية، اكثر اتساعا الغرفتين مع حمام بيخدم عليهم، مع مساحة واسعة لو انت عامل تعمل برجولة او تعمل جاردن صناعي هنا في الروف.
احنا في واحة الزهراء على الطريق الرئيسي، واجهتك اكتر من 50 متر على الطريق الرئيسي في واحة الزهراء الريف الاوروبي، في مكان من اجمل اماكن الريف الاوروبي في العقد المسجل شهر عقاري. وكمان الفيلا دي احنا بنقدمها لك بسعر الملك طالب 16 مليون، وان شاء الله يخلص 15 في تفاوض ان شاء الله. وانا اوعدك يا صديقي عشان انت من العملاء بتاعنا والمتابعين ان انا بسهل عليك اقول لك الملك ان شاء الله ممكن يجي عند ال 15 ويخلص معانا عند ال 15 مليون. فانت لو جاهز عند 15 مليون وضن والعرض عاجبك هتيجي تعمل معاينة. طب العرض مثلا بالنسبة لك لو مش 100%، لما تكلمنا برضو هتلاقي ارقام التليفونات موجودة في صندوق الوصف، لما تكلمني تقول لي ايه الاسعار مثلا اللي اعلى الحاجات الاميز، كل حاجة هتسأل عليها هتلاقي موجودة ان شاء الله، كل طلبك هتلاقيه متوفر عندنا. اختم معايا الفيديو بالمشهد ده، وعاوز اقول لك كان معاك في الفيديو ده محمد المصري في الشرح والتعليم من شركة سفنكة التسويق العقاري. واحب انوه ان احنا ملناش فروع في الريف الاوروبي، احنا المقر بتاعنا امام الريف الاوروبي. ازاي توصل لنا؟ اقول لك ازاي. وانت جاي على الطريق الصحراوي هتخرج من الطريق السريع للطريق البطيء من مخرج 5 تحت كوبري ابو غالب على طول. بدل ما تطلع الكوبري بتاع ابو غالب او ما يعرف بكوبري الريف، هتطول 100 متر بس، هتشوف اللوح والاعلام بتاعتنا سفنكس للتسويق العقاري. وللاسف في ناس كتير بقت تعمل صفحات باسمنا وبقت تستغل اسمنا، فحبينا ننوه على كده.